الخير وصباح الفل عليكم، وكل سنة وانتم طيبين وعيد مبارك عليكم ان شاء الله. اهلا بالعيد. احلى حاجه في يوم العيد الصبح بعد صلاه العيد ان كل الستات بقى ما بتروح تصلي وترجع البيوت، كلهم بيبقوا في الوقت ده كل الستات بتبقى شبه بعضها. كل ست يا دوب تدخل بقى على مطبخها، توضب حاجتها. في ناس بتبقى موضبه من بالليل، بس برضه لازم حتى اللي موضبه من بالليل بترجع تراجع تاني تشوف هي هتعمل ايه، او ايه اللي ناقص، او هتزود ايه، او هتنقص ايه، او كده. لان كل حاجه بتبقى من بالليل بتبقى متظبطه. بس حكايه الضيافه دي في ناس بتعملها بالليل وفي ناس بتعملها الصبح. انا هنا عملتها يوم العيد الصبح زي ما قلت لكم، لان كل حاجه اصلا جاهزه عندي، فما رضيتش ان انا مثلا اسيب الحاجه من بالليل للصبح. الكحك مثلا انا احط عليه السكر من بالليل للصبح، لا. فقلت ان انا اعمله صبح. فبيبقى حاجه حلوه العيد. كل سنه وانتم طيبين وبخير، وربنا يجعله عيد مبارك علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين بقى احنا عملنا، جبت الكحك وحطيته في، رشيت عليه السكر، وحطيت برضو بسكويت وحطيت قرص. وطبعا هنحط بقى شوكولاته وسوداني عشان الاطفال، لان الاطفال يعني بتحب ما يجي مثلا الناس اللي يعيدوا كده، الاطفال بتحب الشوكولاته والسوداني. ودي حاجه بقى تفضل محطوطه كده طول اليوم وطول ايام، ياكل الداخل واللي خارج ياكل كده يعني. آه، فزي ما قلت لكم ان يوم العيد يعني متهيالي عند كل الناس شبه بعضها. يعني كل الناس، في ناس بقى بتخرج، في ناس بتعمل، بس ده بتبقى قليل. لكن اللي اكيد ان كل الستات بتبقى قاعده في البيوت مستنيه بقى ان اهليهم وحبايبهم واصحابهم ان هم يجوا يعيدوا عليهم. الحكايه الضيافه دي زي ما قلت لكم بتبقى موجوده طول ايام العيد. الاطفال بقى بتبقى فرحانه بالعيد، يعني فرحه العيد الاطفال حتى الاطفال ما عندهمش اول يوم، اللي هو 3 ايام العيد دولت عيد عند الولاد. لكن الستات بتهتم اكتر حاجه بالصبح بقى، لان بتبقى عايزه طالعه من رمضان وعايزه بقى ترتاح كده وتشم نفسها كده، وهبطت بقى طول الشهر رمضان في شده وكده. فما بنصدق بقى ان بعد يوم العيد كده اخر النهار كل واحده ست بقى تقعد ايه تستريح. الفول المقلي ده انا عاملاه برضو في البيت وكنت مصوراه معاكم، بس لسه ما نزلتوش. والترمس طبعا والحلبة والشوكولاتة والسوداني. في ناس بقى بيقدم حاجات تانية، كل واحد بيقدم حسب الموجود من عنده وحسب مقدوره. دي حاجة بترجع لكل واحدة عندها ايه بتقدمه. والله لو هتقدمي حاجة واحدة بس برضو بتفرحي بالعيد وبتدي لنفسك فرصة انك انت تفرحي وتفرحي الولاد وعيد. احنا حتى فرحة العيد دي سنة واجبة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. كده بقى انا كنت خرجتهم خلاص في حطيتهم بقى هنا على الطبلية كده، فرشتها وحطيتها. احنا ساعة الاكل بفضل سايبة الحاجات دي كده، لكن بعد ما بنخلص بحاول ان انا اغطيها باكياس علشان ما ينفعش ان هي تفضل مكشوفة طول اليوم. فلا انا بغطي كده بالذات الحاجات اللي صباح المخبوزات الخير وكده لازم. وصباح الفل عليكم، وكل سنة وانتم طيبين وعيد مبارك عليكم ان شاء الله. اهلا بالعيد. كلها بالليل هنقولها دلوقتي. مرحب بالعيد. ها. طبعا انا قلت لكم احنا عملنا فيديو بتاع بالليل بتاع ليله العيد، وقلت لكم هشوفكم ان شاء الله في فيديو الصبح. ودينا خلاص بقينا صباح يوم العيد. كل سنه وانتم طيبين وبخير، وان شاء الله هنصور اليوم كله مع بعض. وهوريكم الروتين بتاعنا يوم العيد واجواء يوم العيد هنا عندنا بتبقى عامله ازاي. وزي ما انتم شايفين كده الضيافه بتاعت يوم العيد، كحك وبسكويت وقرص. وطبعا لسه هعمل الشاي بس عشان يبقى سخن. وكل سنه وانتم طيبين وبخير وفي احسن حال، وعيد مبارك عليكم ان شاء الله. بعد ما خلصنا بقى فترة الصبح بقى وحياة العيد والكحك والبسكويت وإن كل سنة وانتم طيبين. نرجينا بقى لساعة الغداء. الغداء طبعا احنا بنتغدى فسيخ يعني في ناس بتفطر الصبح بالفسيخ، بس احنا بنعمله كغدا، بنتغدى بيه على الساعة 2 كده أو 3 بنتغدى بالفسيخ. طبعا انا طماطم وفلفل اخضر وخيار مع الفسيخ وبصل اخضر زي ما انتم شايفين وخس. في ناس بتحب تحط، تعمل بقى بطاطس مقليه، تعمل من دي، بس انا ما عملتش اي حاجه من دي خالص. انا كل اللي عملته عملت السلطه وفسيخ والبصل والخس وبس. لان اصلا والله الواحد اكل حاجات الصبح بقى من الحاجات بتاعه العيد دي وبيبقى خلاص. يعني احنا برضه بنحاول نحافظ لان احنا خارجين من صيام وكده. هنبقى نفتح بقى الفسيخ معاكم زي ما انا قايله لكم. من ده الفسيخ اللي احنا كنا عاملينه مع بعض ملحينه. بسم الله ما شاء الله، يعني الحمد لله.
فزي ما قلت لكم انا كنت عامله حسابي ان انا هفتحه معاكم اهو زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، زبده 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 وطري جدا واحمر وريحته جميله خالص. بس يعني انتوا عارفين ان انا امينه معاكم، هو ملحه زي سيكه كده صغيره زياده في الملح، بس حلو. انا بحبوش اصلا دلع، يعني الملح الفسيخ الدلع ده ماليش فيه. انا بحب ان يكون ايه، لا سيكه كده يعني سنه زياده ملح. فالحمد لله هو طلبي، بس في ناس بقى ما بتحبوش كده، بتحبه دلع شويه. شوفوا شكله، شوفوا ريحته، ما شاء الله جميله جميله جميله. وشوفوا لونه عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. الحمد لله. يعني حاجه كده ما حصلتش. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامه.